والله يمكن هو لبناني يتنفسوا مو ضيعة. هايك وهي بتعرف. هي جرب الحكي هايك. إذا أنا تحبون عندي شخصية بالبرنامج حيل تستفزني، هو علي، ما يعرف يحكي حرفيا أخجل من يحكي قبل أسوي سكيب. مش فاشل بس علي ما بيعرف يحكي كيف علي قلتي. علي لو دخلوا له بقرة على البرنامج راح يوافق عليه. المهم ما يطلع من البرنامج. زين هو شو يحب أحس هاي اللي هي شو ما يعرف اسمها هي يتصرف. سلوية هو شو اسمها؟ مليكة مليكة كانت يحبها وشلون صراحة كانت يطلع ملابسها شلون؟ مليكة كانها فلبينية حاطة ميك اب بصراحة يعني. لا واضح ما بيحبها، هو بس بيستفز مليكة، بيستفز صديقة. إيه طفل بالضبط. حتى أول يوم يعني بعدهم أول يوم من تعارك ويا صديقها أنا جعفر أعتقد اسمه أسماء بنات جعفر قاعد يعلق، فأعتقد تروح البرنامج ملكة تفيدك يعني ذوقنا عسكري وأنت عسكري راح تتفاهمون. صراحة جعفر تناسبك ملكة، ذوقنا عسكري. يعرف شلون يرد واعي يعرف شلون يرد. اي والله تناسبك يعني لو انت مشارك مربربة وهي يعني تناسبك. احس كبيرة عليه كبيرة كلش اسمع يريد العسكر يريد الفرح يعني يريد فرح. خوش وحدة كاتبة نودي له تيسير. خلينا نودي تيسير الموسم الثاني. والله حتى كلين تضربها من اول يوم وتطلع من البرنامج. اي بعد عراقية طلعني ما حد يقدر. البارحة ريتا سألتهم سؤال إنه أنتوا يا شخص ندمتوا إنه طلع من البرنامج، لو أنتوا بيتكم ندى. ترجعون شخصية غير ندى منو ترجعوا؟ ندى غير ندى يعني. هذا اللي نسيته شو اسمه الستوري. معروف. هي اللي يعطيها بالقصة. إيه معروف. اي هذا هم زين. أنا هم أريد يرجع الصراحة لين كان حرفيا متجاوب. على قولتك يعطيها بالقصة. منتجو معه بس انت منتبهة عليهن من يتمن ذني ثلاثة الحياة شلون يهجمن على الواحد. إيه بالضبط. عباك متفقات يريدون يطلعون يعني كل اثنين يشوفوهم سوا يطلعوهم شلون اللي بس ياخذون الجو إلهم. إيه إنه البيت إلهم وإحنا من البداية هنا. اي هاي الطويلة نسيتها شو اسمها ما اعرفها. جيهان المرة الألف اسمها. ما احبها احسها حية والله حية. والله حية. هاي لو اني بالبرنامج زمتها دق لاحظين انه بس البنات يحجون على بعض يعني حتى هسه ما شفت ولد يحجون على بعض مثل البنات. ايه هن اللي يسوون المشاكل. هي اصلا محرك اهداف البنات. دافع لي لازم يدافع لها. بالرجال كان معروف محرك الاحداث بس حرامات طلع. باقي الرجال صراحه هادئين جدا ما عندهم مشاكل. ما عندهم شخصيه او كاريزما بالبرنامج يعني بس مو كاريزما وشخصيه وانما ما يحبون المشاكل. ممكن صح. ايه بس كان معروف هو مسوي جو. اي والله. شفتوا لايف معروف لما قال انه ندم انه ما اختار فرح من الاول ما ارتبط بفرح. ايه فرح وندى. ندى وفرح ايه. بس هو اختار فرح بس بالاخير ما عرف ما تقرب من عندها. البارحه سالته ما ارتبطوا. البارحه سالته بالكومنت المعروف قلت له لو انت موجود كان اختارت ريان قال ايه تناسبني ريان. الصراحه انا احب ريان احسها راقيه يعني ما ادري. ريان طويله. هو عادي يعني طلعوها. ريان حلو يعني هو لما اختار جيهان طويله ما لبقت معه. وانقهرت على هذا الولد السوري علي. البنت انقهرت عليه. انتم انقهرتوا على علي السوري. اي والله خايف. همين التموا عليه وهمين التمن وحكن وما ينفع يبقى كورونا والله ما دارت. انا بصراحه ما فرح كوين ايه فرح كوين والله احس ما تعاطفت معاه خالص. لا بس ما بيعرف يتصرف ما بيعرف يحكي. هو بعرف عرفتي كيف ما بيعمل اي شيء. انا ما اخرج من البرنامج لان مو مناسب له بس مو بهالطريقه. اي الصراحه انا ما شفت انه وجوده بالبرنامج مناسب وهو بنفسه إيه، قال لا زماني ولا الوقت كان مناسب صراحة. هو كشخصيه يعني هو طيب. اقول لكم شيء شباب هذا البرنامج تمثيل اصلا كله تمثيل. اي تمثيل اي صح تمثيل.
اكثر موقف موقف صار واستفزنا هو إيه لما هاد أحمد السوري حكى على مليكة، قال لها إنه لا شكل، وأتمنى إنه هذا الولد اللي كان مع صديقة إنه ما يرتبط معها لإنه خبيثة وكذا في وشها. يعني أنا ما عجبني هيك، يعني يحكي بوشها هيك كلام مو حلو يعني لأنه هي رفضتك وما بدها إياك بتحكي عليها بهي الطريقة، ما حلو، ما عجبني. لا مو ليه رفضتها، لا هي حقيقتها هاي. لا لا هي بس هي عجبها علي بس علي إذا- العراقي. ديانا بس الحقيقة هي قالت طلعوا لها فيديو على الشاشة قدام الكل، هي قالت انه استخدمت علي السوري عشان اوصل على العراقي. يعني هذا يسموه تلاعب، هي فعلا لا متلاعبة لا فيه. هي ما قالت. هي قايلة هي بالأول كان بدها علي العراقي، بس لما هو كان مرتبط مع الصديقة، بعدين هي ارتبطت مع علي، بعدين هو لما صار شجار بينه الصديقة وبين علي راح هو لعند مليكة، لأنه مليكة أنه مليكة من أول ما دخلت اعترفت بحبه، يعني هو الأول عجبها، يعني هي ما عجبها علي بس هي طلعت في الفيديو على الشاشة قالت فيها انا استخدمت علي السوري عشان اغير على العراقي، فهذا يسموه تلاعب يعني. إيه وما نكرت يعني هي شكلها هذا تلاعب، حقيقة هذا تلاعب يعني بالنهاية. هي شكلها مبين. يعني تستخدمين شخص عشان توصلي شخص ثاني، هذا تلاعب، ما يسمى اي مسمى ثاني غير أصلا هي التلاعب. غيرت كلامها لأنه قالت في الأول إنها اختارته عشان تحميه ما يطلع من البرنامج، بعدين قالت عشان يغير علي اللي مع صديقة. يعني كل مرة تحكي حكي مختلف. هي يعني وهي واضح كانت متلاعبة يعني بصراحة. تتذكرون لما قالت للأدهم انه عندك سكس باك وما ادري شنو، وانه ما تفكر جعفر السراي عليها يعني. جعفر السراي يقول والله على العراقي جوانينا كان يبيع بنزين، يقول اعمال حرة. ما هو اعمال حرة شو يعني كاسب. انا بعد البشر يتطور. أقول لكم ايه انا ما احس الشغل عيب، الشغل مو ما عيب شغل ما عيب الصراحة. ابد، شغل ابد. الانسان يتطور مو عيب. هو بس أكتر كوبل بكرهه شو أقول لك، يعني هي فرح وأحمد صراحة، يعني عاملت له مثل الشقق. لا ما عنده قيمة يعني، بهدلته. لا غير برنامج. اي هو غلط، يبيع بنزين. اي غلط وكان على لاقي احمد في الصراحة. انا ما طالب اللايف بصراحة. لا بالعكس، خصوصا بالأخير صارت علاقة أحمد وفرح كتير حلوة، وأحمد كتير بيعبر لفرح، يعني عكس أول البرنامج ما كان بيعبر ولا يحكي أي كلام حلو لفرح. حتى مشاهدهم حلوة. هلا يعني صار يحكي كتير حلو ويعاملها برومانسية، يعني عجبتني علاقتهم. جايز انا بالنسبه لي احترم كل وجهات النظر، فقط انه اللي يضغط على احمد فرح انا ما اقبل باللايف، هذا مال المحبين فقط يعني بصراحه. اوكي اتقبل الانتقاد ما يخالف، بس مو الغلط يعني شرشوح، هذا الكلام المو حلو. ايه صحيح بالاخير، بس انت رايي الصراحة انا مو ما احبهم اوكي لا تحبيهم، بس مو شرشوح او كلام هذا. كمان فرح صارت هادئة. فرح احمد جميل بصراحه. نعم. ترى نيجي للواقع، ترى أحمد يعني أشوفه من أحلى الشخصيات من الولد الموجودين بالبرنامج. صح الصراحة يعني صدق من فرح قالت أحسه رجال، من صدق رجال يعني. صحيح. أحمد الفرح أحسن شخصية. هو مصلاوي مو أحمد؟ إيه من موصل. من مصلاوي. من الموصل مو؟ إيه من مصر. بس عايش بتركي. إيه والله. لعبة وجول العراقيين. هو قال من حدباء، هو من موصل حدباء. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس ما فهمت ايش قال. بس بعد لا ما نمبر لا حضر، أنا راح نحضر والله. راح نحضر. ايش قال؟ لا خلي انتبه لكلامنا، يعني فاتحين البيت نتونس عاد. اوكي كلامه صحيح بس مو يعني. هو ايش قال؟ ان شاء الله لارا تتخطى، يعني اقصد يارا، ما ادري لارا مسكينة. شكرا على مشاركتك. بس اقول لك هاي شو اسمها، هاي اللي تسوي مشاكل، شو اسمها؟ جيهان. جيهان الحد هاي طويلة كان زرافة.
لا جايز ما احب ما لا، لا. أحب خطية يعني اوكي هي بعدين شوية طلعي حية بعد بس شو خطية. تسوي تصفن تفكر بمشكلة تخليهن بصفة قبت المشكلة. بابا جايز بدون أحس تنمر أخاف. لان البث ينحضر مو عشان جيهان، عشان لا البث ينحضر. لا هذا نحكي عادي لا بدل مو عند غلط. البث ينحضر.